تخيل انك تنوض باش تصلي الفجر، تروح وتتوضا وترجع للغرفة، تحط السجادة تاعك باش تصلي 2 ركعات. ومين تبدا تصلي اثناء السجود تسمع صوتك يتعاود من وراك، بصح مين تشوف من وراك تلقى هذا الشيء. السلام عليكم خاوتي، نتمنى انكم كامل تكونوا بخير. عاودت وليت ليكم بفيديو جديد، وكالعاده في الفيديو تاعي اليوم جبت لكم 2 قصص تاع رعب يخوفوا بزاف. القصه الاولى تاعنا رايحه تكون بستيل تاع الانيميشن، بصح القصه الثانيه اذا كان عمرك اقل من 18 عام غير ما تتفرجهاش. صدقوني خاوتي الكبار وممكن يخافوا من هذه القصه. صح خوتي، بلا ما نطولوا عليكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطوا لايك، واذا كنتوا جدد اشتركوا في القناه، وهيا نبداو في القصص. تبدا قصتنا الاولى في واحد اليوم عاصف وممطر، وين كانت مالك تتفرج في المسلسل تاعها المفضل، ومن كانت مركزه مع الفيلم سمعت بنتها مالك تعيط عليها. والحاجه اللي حيرتها انه كان الوقت متاخر وتقريبا 12 ونص ساعه الليل، والمشكل انه مالك مش من عوايدها تسهر في الليل، وزيد غدوه في الصباح تنوض باش تقرا. المهم تما مالك ناضت وراحت عندها وقالت لها واش المشكله، علاه حتى مازالك ما رقدتيش؟ تما نطقت مالك وقالت لها برك عطشت وحابه نشرب كاس حليب ونرقد. وقالت لها يما العزيزه ديري فيا مزيه، جيبي لي كاس حليب، انا مش قادره نوض من بلاصتي. وكيما كان الحال راحت امها للكوزينه، جبدت الحليب، صبت لها في الكاس ورجعت عندها. ومن عطاته لها مالك شربت الحليب ورقدت، وامها رجعت كملت الفيلم تاعها ولا المسلسل. من وراها خوتي على 7 تاع الصباح مالك راحت تقرا، وفي النهايه تاع اليوم هذاك من طاح الليل كانت الام تاعها قاعده توجد في وجبه العشاء، ومن كانت توجد في العشاء حتى تسمع مالك تعيط عليها. وباينه باللي نفس الحكايه تعاودت، انه مالك قالت لها يما راني عطشت جيبي لي كاس حليب. ولكن خوتي هذه المره من راحت ام مالك باش تجيب لها الحليب لقاته خلص، وعلى هذه نشوفوا باللي رجعت ليها وقالت لها ارقدي بركه بنتي راه خلص الحليب. ومالك قالت لها مو حال ما نقدرش نرقد حتى نشربوا درك. وتما خوتي تحتمت على ام مالك انها تخرج في نص ليل باش تشري الحليب لبنتها. صح، وقالت الملك استنيني ساعه نروح نشري الحليب ونرجع للدار. من وراها مالك بقات وحدها في المنزل، وكانت قاعده تستنى في امها بفارغ الصبر. المهم ما فاتش بزاف وقت ومالك سمعت الباب يطبطب. وهنا يا خوتي مالك استغربت وخافت. منها الام تاعها قالت لها على الاقل ساعه باش نرجع للدار، والمشكلة انه ساعة مازالها ما فاتتش. المهم من وراها مالك راحت قابلت الباب وقالت شكون اللي راه يطبطب. وتما ترد عليها الام تاعها قالت لها انا اللي جيت، افتحي الباب بركة بنتي وما تخافيش. مالك من سمعت الصوت هذاك تعرفت عليه باللي تاع الام تاعها، ولكن بقات مسوسة شوية كي رجعت للدار مها قبل بساعة. صح، وتما مالك من فتحت الباب قابلتها مها بواحد النظرة غريبة بزاف. تخيلوا انه حتى مالك كي شافت يماها هكاك تشوكات. المهم قالت لها روحي لبيتك دوك نوجد لك الحليب ونجيبه لك. وكما كان الحال راحت الام تاعها للكوزينه وبدات تحضر لها في الحليب، ومالك كانت في بيتها مشوكيه من النظره تاع امها اللي شافتها بها. من وراها خوتي الام تاع مالك جابت لها كاس حليب، وتخيلوا خوتي انه الكاس تاع الحليب هذا كان اللون تاعو احمر ماشي ابيض. وكيما تشوفوا انه الام تاعها عطات لها الحليب وقالت لها اشربي. ومالك خوتي تما ما فهمت حتى حاجه كيفاه الحليب لونه احمر. قالت لها ما نشربوش ومو حال نشربو. تما الام تاعها خزرت فيها وقالت لها دوك تشربيه بالسيف. قالت لها ما نفهمش، هذا الحليب تاعك لونه احمر لونه ازرق تشربيه بالسيف. وكيما تشوفوا انه مالك مسكينه خافت ولعبتها قاعده تشرب في هذاك الحليب، واستنات حتى الام تاعها تحركت من قدامها وسيحته في هذيك النبته. وهنا يا خوتي تصرى واحد الحاجه غريبه وتخوف في نفس الوقت، واللي هي انه مالك شافت باللي الام تاعها كانت مازالها في الغرفه وكانت تضحك بواحد الصوت غريب بزاف. ومالك مسكينه كانت خايفه وغير تقولها ماما ماما. والام تاعها خوتي كانت حابسه في البلاصه والصوت تاعها غير يزيد يقوى من الضحك،
حتى وين مالك ما قدرتش تصبر وناضت تبكي. وتما فجأة حتى تبدا تسمع في واحد الصوت جاي من السقف، وهذاك الصوت كان قوي بزاف. مالك من سمعت هذاك الصوت اللي كان في السقف خافت بزاف وراحت تجري وتخبات تحت الطاولة. وفي هذيك اللحظة خوتي تفتح الباب وتدخل مالك وتبدا تحوس عليها غير في هذيك الغرفة. وتخيلوا انه الصوت تاعها كان غريب وخشين بزاف، يعني مستحيل انه هادي تكون امها تاع صح. مالك كانت متخبيه وامها كانت غير تحوس عليها. حتى في واحد اللحظه الام تاعها تطلع عليها، وهذا اللي تشوفه مالك. وكيما شفتوا انه مالك شافت واحد المخلوق مرعب متشكل في الهيئه تاع الام تاعها. وفي نفس هذيك اللحظه اللي شافت مالك فيها المخلوق، الباب تاع الدار بدا يطبطب. المهم مالك راحت تجري وفتحت الباب وتما تلقاها معها. وتما مالك خوتي مسكينه حضنت امها وبدات تحكي لها واش اللي صرا معها، وقالت لها باللي كاين مخلوق في الدار يشبه لك ويخوف بزاف. وبين خوتي باللي الام تاعها ما صدقتهاش وبقات تهدأ فيها وقالت لها باللي راكي غير تتخيلي. بصح خوتي مالك كانت متاكده من الشيء اللي شافته في الدار. المهم وكيما تشوفوا انه الام تاعها طلعت مالك للغرفه وبقاو يحوسوا ما لقاو حتى حاجه. وتما الام تاعها بقات غير تكالمي فيها وتقول لها يا مالك ما تخافيش، هادو مجرد تخيلات ولا كوابيس يجيوك من تكوني غير وحدك في الدار. المهم مالك ما حبتش تفهم وكانت خايفه بزاف. طلبت من الام تاعها انها تبات هذه الليله معاها في نفس الغرفه، يعني باينه كي رايحه تبات معاها الام تاعها ما رايحاش تخاف. صح اخوتي، والام تاعها ما ردتهاش وقالت لها باينه باللي نبات مع بنتي الصغيره. المهم وتم نشوفوا باللي مالك كانت راقده في سريرها والام تاعها جابت لها كاس حليب. المهم مالك شربت هذاك الكاس الحليب ومن وراها رقدوا. ولكن هنايا ما خلصتش القصه تاعنا. من خوتي من كانت مالك راقده بدات تسمع في هذاك الصوت تاع الضحكه، وهذا الشيء اللي شافته. وهنايا نكونوا خلصنا القصة الأولى اللي تكون خوفتكم غير شوية، ودركا وجدوا لي رواحكم للقصة الثانية. تبدا قصتنا الثانية خوتي وين كانت امال ساكنة في واحد الفندق في اندونيسيا، وهذا الفندق معروف بانه يصروا فيه حاجات غريبة ومرعبة. راكم عارفين خوتي الناس اللي كانوا ساكنين فيه من قبل كانوا يسمعوا العياط بزاف في الليل، وكانوا ساعات وين يشوفوا عباد لونهم ابيض كامل. لا علينا خوتي في واحد النهار امل ناضت باش تصلي صلاة الفجر كيما كل يوم. صح صون المنبه تاعها وهي ناضت من الرقاد، وتما راحت تمشى للدوش وبدات تتوضا. ومن خلصت من الوضوء رجعت للبيت تاعها، جبدت السجادة وحطتها في الارض، وتما بدات تلبس في الحجاب الشرعي تاعها باش تصلي به. وفي هذيك اللحظة اللي كانت فيها امل تلبس في الحجاب، المقبض تاع الباب بدا يتحرك وحده. وشوفوا وفي هذيك اللحظة خوتي امل كان في بالها انه صاحبتها اللي كانت ساكنة غير قدامها هي اللي كانت تحرك في الباب تاع المقبض باش تخوفها. بصح من راحت وفتحت الباب ما لقات حتى واحد، والرواق كان فارغ. وهنا يا خوتي امل بدات تشك في روحها انها كانت غير تتخايل، وهذاك المقبض ما تحرك ما والو. وتما خوتي امل خلات الباب مفتوح منها اون تزيد تجي صاحبتها ولا تدخل ديريكت بلا ما تحرك هذاك المقبض. وتما نشوفوها باللي رجعت وبدات تصلي. صح خوتي امل بدات تصلي وكانت خاشعه خشوعا في الصلاه. حتى في واحد اللحظه من اللحظات من كانت امل ساجده هذاك الباب تاع الغرفه زاد تفتح كامل. وتما خوتي صرات حاجه تخوف بزاف. وراء امل ظهرت واحد المراه كانت لابسه الابيض، وكانوا الملامح تاعها يخوفوا بزاف، وكانت غير تعاود في الهضره تاع امل وتقول الله اكبر. وكيما شفتوا انه هذيك المراه كانت غير تعاود في الكلام تاع امل، وامل كانت خايفه بزاف منه كانت تسمع في صوتها يتعاود والصوت كان واضح بزاف. المهم امل من خلصت الصلاه دارت من وراها ديريكت، بصح تما ما لقات حتى واحد. وتما امل اطمأنت شويه وتكلمت منه كانت حاسبه باللي صاحبتها هي اللي دخلت عليها وكانت تعاود في الكلام تاعها من وراها باش تخوفها.
وعلى هادي ناضت امل وراحت للغرفه تاع هذيك صاحبتها وبدات تطبطب عليها. بصح يا خوتي كل شيء تبدل وين واحد ما فتح الباب، يعني صاحبتها ما ردتش عليها. هنا يا خوتي امال بدات توسوس منها عوايدها في وقت الفجر، صاحبتها تاني تنوض باش تصلي صلاه الفجر، يعني اذا كانت صاحبتها في الغرفه رايحه تفتح عليها الباب. وعلى هذا الشيء خوتي امال خافت ورجعت ديريكت للغرفه تاعها، وبالزربه راحت هزت التليفون وعيطت لصاحبتها باش تسقسيها. ومن ردت عليها صاحبتها سقساتها امل وقالت لها علاه ما فتحتيليش الباب، راني من الصباح وانا نطبطب عليك. هنايا كانت الصدمه من قالت لها صاحبتها باللي ما رانيش في الفندق، راني روحت للدار البارح في الليل. امل حكمتها الفشله وقلبها قريب حبس. هنا خوتي الصوره توضحت، وهذيك اللي كانت تعاود في الصوت ماهيش صاحبتها. وبما انه هذا الفندق مسكون يسمى هذيك اللي كانت من وراها راهي جن مسلم. من وراها خوتي كيما راكم تشوفوا انه ملاك بقات غير حابسه في البلاصه، ملي كانت متاكده باللي سمعت هذاك الصوت اللي كان يتعاود من وراها. لا علينا من وراها راحت امل باش تقفل الباب وترجع باش ترقد. وفي ديك اللحظه كيما راكم تشوفوا انها كانت قاعده تتاكد باللي ما كاين حتى واحد في ذاك الكروار. صح ومن تاكدت باللي ما كاين حتى واحد وحبت ترجع للغرفه باش ترقد، هذا الشيء اللي صرا معها. المهم خوتي ما تنساوش تاني تقولوا لي وين الستيل اللي عجبكم تاع الانيميشن ولا تاع القصص الحقيقيه، وتهلاو لي في رواحكم. نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.